عمرك حسيت إنك مضطر تعمل حاجة معينة ومش قادر تسيبها، زي إنك تغسل إيدك كذا مرة ورا بعض، أو تقوم كل شوية تتأكد إن باب الشقة أو الغاز مقفولين رغم إنك قمت وتأكدت قبل كده، إلا إن دايما بتحس إن في حاجة جواك بتزن عليك تعمل كده. ببساطة ده اسمه وسواس قهري. خليك معانا لآخر الفيديو عشان نعرف مع بعض يعني إيه وسواس وليه ده بيحصل وإزاي نقدر نتعامل معاه. ببساطة الوسواس القهري مش مرض عضوي، ولكنه اضطراب نفسي بيخلي الشخص عنده مخاوف وأفكار ملحة ومتكررة، بيسموها وساوس. الوساوس دي بتخليه يعمل أفعال قهرية عشان يحس بالراحة أو يخفف التوتر ده، زي مثلا حد بيخاف من الجراثيم بيحس إنه دايما لازم يغسل إيده، أو مثلا لازم يرتب حاجته بشكل مثالي أو بترتيب معين. ورغم إن الاضطراب ده بيفضل مع الشخص العمر كله، إلا إنه ممكن السيطرة عليه وتحكيمه بالعلاج. مفيش سبب واضح للاضطراب، لكن العلماء شايفين إن في عوامل بتساعد في ظهوره، زي الوراثة أو مشاكل في المخ أو حتى البيئة اللي حوالينا. مهم جدا نعرف إن غالبا بيبدأ ظهور الاضطراب في سن المراهقة أو بداية الشباب، وممكن كمان يظهر في الطفولة. الاضطراب ده بيصيب الجنسين، إلا إنه أكتر انتشارا عند الستات من الرجالة. نسبة كبيرة من المصابين بالوسواس القهري بيظهر عندهم اضطراب تاني، زي الاكتئاب أو اضطرابات الأكل أو أي اضطراب نفسي تاني. الوسواس القهري ليه أنواع كتير، أشهرها وسواس النظافة زي الغسيل المتكرر للإيدين. في كمان وسواس الترتيب والدقة، لما الشخص بيحتاج يرتب حاجته بشكل معين أو بشكل دقيق. في كمان وسواس الشك، زي التأكيد على قفل الباب أو الغاز أكتر من مرة. في كمان وساوس الدينية أو الأخلاقية، زي الشعور بالذنب المستمر. قولولنا في التعليقات شايفين أنهي نوع فيهم أكتر انتشارا. أعراض الوسواس القهري بتختلف من شخص للتاني، بس غالبا بتكون كالآتي: وساوس، وهي أفكار متكررة وغصب عن الشخص. أفعال قهرية، دي أفعال لازم الشخص يعملها عشان يخفف التوتر. شعور دائم بالقلق أو التعب، صعوبة في التركيز أو الاستمتاع بالحياة. لكن لو بتسأل هل أنا عندي وسواس قهري، فخليني أقولك إن لازم دكتور هو اللي يشخصك بعد ما يعرف أكتر عن الأعراض. ولكن هقولك المعايير الخاصة بالتشخيص من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5 الصادر من الجمعية الأمريكية للطب النفسي. المعايير دي بتتمثل في الآتي: وجود وساوس أو أفعال قهرية أو الاتنين مع بعض. الوساوس والأفعال دي تكون بتستهلك وقت كبير من يومك، أكتر من ساعة يوميا، بتأثر على شغلك أو حياتك. ضروري ما تكونش بسبب أدوية أو مش متفسرة باضطراب نفسي تاني. وعلى الرغم من اضطراب الوسواس القهري بيقعد مع الشخص العمر كله، إلا إن له علاجات فعالة، زي العلاج المعرفي السلوكي CBT، ده بيتم مع دكتور أو معالج نفسي. في كمان أدوية بتتاخد زي مضادات الاكتئاب، لكن ضروري تتاخد تحت إشراف دكتور. دعم الأهل أو المتخصصين مهم جدا جدا. ممارسة الرياضة والتمارين بتقلل التوتر، وأفضل نتيجة بتكون هي جمع العلاج النفسي والأدوية. خليني أقولك، لو مش قادر تروح للدكتور دلوقتي ممكن تعمل إيه؟ ممكن تجرب تمارين التنفس العميق اللي هتساعد في تخفيف حدة التوتر. جرب كمان تدون أفكارك بشكل يومي. زي ما قلنا مهم ممارسة الرياضة حتى لو ربع ساعة مشي يوميا. أخيرا الكلام مع شخص قريب ليك مهم جدا وهيحسن من حالتك النفسية. في نهاية الفيديو لازم تعرف إن الوسواس القهري مش جنون ومش ضعف، ده اضطراب شائع وله علاج زي أي اضطراب تاني. لو تعرف حد بيعاني من الوسواس القهري حاول دايما تكون صبور ومتفاهم معاه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوه مع حد ممكن يستفيد. كمان اكتبوا لنا في التعليقات حابين الموضوع الجاي يكون عن ايه. متنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا حلقتنا الجاية. سلام.